أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع كلنا بنحبه، العطور. بس يعني مش مجرد كلام عن أجدد إصدار، لا، إحنا هنغوص أكتر. إيه اللي بيخلي العطر يشتغل بالطريقة دي؟ العلم اللي ورا الريحة اللي بنشمها. معانا النهاردة مقتطفات من فصل علمي متخصص عن الأساس الفيزيائي لصناعة العطور. هدفنا النهاردة إننا نفهم سوا كده إزاي الجزيئات دي الصغيرة قوي دي بتتحكم في كل حاجة، من أول ما الريحة تطيح لغاية ما تثبت. بالظبط كده. هو الموضوع كله في الأساس بيرجع لقوة التجاذب اللي بين الجزيئات دي وبعضها، والقوة دي مش مجرد كلام علمي نظري، لا خالص. هي دي اللي بتحدد كل حاجة تقريبا: سرعة تبخر العطر، إزاي أصلا بنقدر نشم، تأثير المذيب اللي هو الكحول أو الزيت مثلا، وحتى إذا كان العطر هيلزق على جلدنا أو هدومنا ولا لا. تمام. طيب عشان نمشي خطوة خطوة، أول حاجة خالص عشان نشم أي ريحة لازم الجزيئات بتاعتها دي توصل للأنف، وده معناه إنها لازم تتبخر الأول، تطير في الهواء. فخاصية التطاير دي أكيد هي المفتاح، صح؟ أكيد هي نقطة البداية، والتطاير ده مش حاجة عشوائية كده، لا، ده بيعتمد أساساً على التركيب الكيميائي للجزيء. في قاعدة عامة ومهمة جدا في المجال ده: كل ما الجزيء كبر، زاد عدد ذرات الكربون فيه، كل ما كان أتقل وتطايره قل. كمثال بسيط ومشهور، التوربينات الأحادية اللي هي C10 دي بتطير أسرع بكتير من السيسكي توربينز اللي هي أكبر شوية C15. دي من أبجديات العطور. بس ثانية واحدة، لو هو الحجم وبس كانت القصة سهلة. المصدر بيقول إن في عوامل تانية ممكن تكون أهم كمان، زي وجود ذرات أكسجين في الجزيء. إزاي ده بيأثر؟ سؤال ممتاز. هو الحجم مهم لكن مش العامل الوحيد خالص. وجود مجموعات ذرات معينة جوه الجزيء اللي بنسميها مجموعات وظيفية، زي اللي فيها أكسجين وهيدروجين مع بعض، زي مجموعة الهيدروكسيل OH اللي في الكحول، أو اللي فيها كربون وأكسجين وهيدروجين زي الكربوكسيل COOH في الأحماض. دي بتغير طبيعة الجزيء تماماً، بتخلي الجزيئات دي كأن ليها أقطاب كده زي مغناطيس صغير، فتبدأ تشد في بعضها بقوة أكبر. القوة دي بتيجي من حاجة اسمها الروابط الهيدروجينية، والتجاذب القوي ده بيخلي صعب على الجزيئات إنها تسيب بعض وتطير. يعني كأن الجزيئات دي ماسكة في بعض جامد قوي فمش بتتبخر بسهولة. بالظبط كده. عشان كده لو قارنا جزيئات ليها نفس الحجم تقريبا، هنلاقي الكحوليات والأحماض اللي فيها الروابط دي قوية تطيرها أقل بكتير. يجي بعدهم في التطاير مجموعة تانية زي الألدهيدات والكيتونات والإسترات، دي قوة التجاذب فيها أقل شوية. وأكترهم تطيرا بقى هي اللي تقريبا ما فيهاش الأقطاب دي، زي الإيثرات والهيدروكربونات. طبعا لكل قاعدة استثناء. ممكن جزيء يبقى حجمه ضخم جدا زي الجالاكسالايد، ده فيه 18 ذرة كربون، حجمه لوحده كفيل يخليه ثابت ومش بيطير بسهولة، حتى لو ما فيهوش مجموعات قطبية قوية قوي. جميل جدا. وده يخلينا نفكر في نقطة تانية مرتبطة. نفس قوة التجاذب دي أكيد بتتحكم في إزاي العطر بيدوب، يعني في الكحول أو الزيت. في قاعدة مشهورة بتقول الشبيه يذيب الشبيه. تمام. القاعدة دي معناها ببساطة إن المواد اللي جزيئاتها قطبية، اللي هي زي المغناطيسات الصغيرة دي، بتحب تدوب وتختلط كويس في المذيبات القطبية زيها، زي المية أو الكحول الإيثيلي اللي في معظم العطور. والعكس صحيح، المواد اللي جزيئاتها مش قطبية قوي بتدوب أحسن في المذيبات اللي زيها، زي الزيوت مثلا. الأهم بقى من فكرة الذوبان نفسها، إن النوع المذيب ده مش مجرد حاجة شايلة العطر وخلاص، لا، ده بيتفاعل هو كمان مع جزيئات العطر وبيأثر على سرعة تبخر كل مكون لوحده. عشان كده ممكن نفس تركيبة العطر بالظبط تدينا إحساس مختلف شوية لو حطيناها في سبراي كحولي عن لو حطيناها في كريم أو زيت. المذيب بيغير طريقة خروج النوتات. تمام، فهمت النقطة دي. طيب، إحنا عايزين الريحة تطير عشان نشمها، أوكي، بس في نفس الوقت عايزينها تفضل موجودة، تثبت، ما نبقاش رشينا ومفيش دقيقتين والريحة راحت. إزاي العطارين بيعملوا التوازن الصعب ده؟ ده اللي بنسميه التثبيت أو الفيكسيشن. كتير أصلاً تطيرها، تركيزها قد إيه في العطر كله، وقوة التجاذب بينها وبين باقي المكونات، وكمان السطح اللي اترشت عليه زي الجلد مثلاً. فالعطارين بيستخدموا حيلة ذكية جداً،
بيضيفوا للعطر مكونات تانية بتكون تقيلة جدا وبطيئة جدا في التبخر، بنسميها مثبتات. المثبتات دي ليها ريحتها الخاصة طبعا، لكن الأهم إنها كأنها بتمسك في المكونات الأخف اللي بتطير بسرعة وتخليها تهدى شوية وما تهربش من العطر بسرعة، فبتخلي العطر ككل يعيش وقت أطول. حيلة ذكية فعلا. طيب هل العطر ده بيلزق أو بيثبت بنفس القوة على أي حاجة؟ يعني الجلد زي الهدوم، ولو هدوم الصوف زي الحرير مثلا؟ سؤال مهم جدا، وده بياخدنا لمفهوم تاني قريب اسمه الثباتية أو السبستنتيفيتي. ببساطة كده قدرة العطر إنه يلزق أو يفضل ثابت على سطح معين، والموضوع فعلا بيختلف جدا. المصدر اللي معانا بيدي مثال واضح قوي: العطور بتثبت على ألياف الصوف أكتر بكتير من النايلون. تفتكر ليه؟ مم. يمكن عشان الصوف طبيعي والنايلون صناعي؟ هو السبب ليه علاقة بالتركيب الكيميائي. الصوف فيه مجموعات كيميائية بتقدر تعمل روابط هيدروجينية زي اللي اتكلمنا عليها قبل كده مع جزيئات العطر فتمسك فيها كويس. النايلون قدرته على عمل الروابط دي أقل بكتير، فهم النقطة دي أساسي جدا في صناعات تانية غير العطور الشخصية، زي مثلا لما بيصمموا الروايح اللي بتتحط في مسحيق الغسيل أو منعمات الأقمشة. هم عايزين الريحة تفضل ماسكة في الهدوم حتى بعد الغسيل والشطف. تمام. فاضل نقطة أخيرة كانت محيراني شوية بصراحة. آه الانتشار أو الديفيوجن. يعني الواحد يتخيل إن سرعة انتشار جزيء العطر في الهواء دي حاجة مهمة عشان الريحة توصل لنا بسرعة، بس المصدر بيقول إن أهمية العامل ده محدودة قوي. ليه كده؟ بص، السبب بسيط ومنطقي جدا لما نفكر فيه. أولاً الفروقات في الوزن الجزيئي، وبالتالي سرعة الانتشار بين معظم مواد العطور مش كبيرة للدرجة الخرافية. يعني أسرع جزيء مش أسرع من أبطأ جزيء ب10 مرات مثلاً. الفرق غالباً بيكون أقل من الضعف. لكن السبب التاني والأهم بكتير جداً: إحنا في حياتنا العادية مش عايشين في مكان الهوا فيه ساكن تماماً زي المعمل. في أي أوضة عادية في أي مكان دايماً في حركة هوا بسيطة، تيارات هوائية صغيرة إحنا ممكن ما نلاحظهاش. العلماء بيسموها turbulence أو اضطراب. حركة الهوا البسيطة دي هي اللي بتشيل جزيئات العطر وتوصلها لمناخيرنا أسرع بكتير جداً من مجرد إن الجزيء يمشي لوحده في خط مستقيم. عشان كده الانتشار الذاتي للجزيء نفسه تأثيره يعتبر قليل في الواقع العملي بتاعنا. يا فعلا، طلع عالم كبير ومعقد ورا ازازه العطر اللي بنستخدمها كل يوم دي. يعني نقدر نقول كخلاصه كده ان كل حاجه بنحسها في العطر، من اول لحظه ما نرشه للنوتات اللي بتظهر الاول وبعدين اللي بتيجي بعدها ولغايه ما الريحه تختفي خالص، كل ده وراه قصه فيزيائيه وكيميائيه معقده. حجم الجزيء، شكله، المجموعات الوظيفيه، الروابط اللي بيعملها، نوع السائل اللي هو دايب فيه، وحتى نوع السطح اللي ترش عليه، كل ده بيشكل التجربة النهائية. تماماً. ويمكن النقطة اللي ممكن نسيبها كده للتفكير بعد كلامنا ده هي: بما إن تفاعل العطر مع السطح طلع مهم قوي كده لثباته ولطريقة ظهوره، سواء السطح ده جلدنا، شعرنا، أو هدومنا، يا ترى إزاي ممكن فعلاً تجربة نفس العطر بالظبط تختلف من شخص للتاني لمجرد بس اختلاف كيمياء بشرتهم أو طبيعة شعرهم؟ ده سؤال يفتح الباب لتساؤلات تانية كتير عن قد إيه تجربة العطر دي شخصية وفريدة.